ما بيحلاش السحور من غير الفول، فول بالدقة وفول محبش بالطماطم والفلفل، مناسب تماما للكيتو دايت واللو كارب والمرضى السكري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمتنا أجمعين. أهلا بيكم مروة كيتو لايف ستايل. هنعمل مع بعض إن شاء الله الفول زي ما احنا متعودين. عملناه أكتر من مرة على القناة، بس المرة دي بتركاية إضافية قالتها واحدة حلوة حبيبتي من المتابعين، قالت لي إن هي جربت إن هي تضيف حتة قرنبيط، فأنا قلت أضيف. إحنا عملنا قبل كده بالكوسة منفصلة تماما مع الطماطم البصل الثوم حتة جزر، بس المرة دي ما حطيتش جزر. وقبل كده عملناه نفس التركيبة مع البتنجان. طبعا أي حد يشوف كمية الخضروات دي كده يقول استحالة دي تطلع منها فول إزاي، بس الحقيقة ان في اضافه كده بنحطها بتفرق جدا جدا، بتديه اللون والطعم بتاع الفول. ومش بس اي فول، لا ده فول كمان معمول بالزيت الحار. خلينا المره دي هنعمله بالكوسه، وانا قطعت الكوسه الطماطم البصل وحطيت معاهم كمان قطعه من القرنبيط، وهزود ميه مش هشوحهم المره دي، انا هزود كوبايه كبيره من الميه واحطهم يغلوا لغايه ما يستووا. في الوقت دوت هنعمل مع بعض الدقه بتاعه الفول. الدقه بتاعه الفول دي تنفع بقى للفول بتاع البيت، للفول بتاعنا الكيدوني، يعني خطيرة خطيرة خطيرة. عايزة فنجان من الخل وواحدة ليمونة كبيرة، ليمون القضية. لو مش متاح بالنسبة لك الليمون دوت، احنا هناخد كمية من الليمون تساوي الفنجان. انا طبعا مفرزاه هنا. في اخر الفيديو هقول لكم عملته ازاي. حاطة بقى ايه، زي ما انتم شايفين، حاطه كده ايه في علبة فيها المكعبات الليمون دوت، بتوفر معانا جدا جدا في رمضان وفي الايام دي لان فعلا غالية. واخدين بقى فلفل احمر حراق وبارد، كمون وكزبرة وبابريكا، وطبعا توم وحبة من البقدونس أو الكزبرة أو الشبت، أي حاجة منهم من الخضار المتاح بالنسبة لك. وطبعا الملح بتاعنا وفنجان زيت لو احنا هنعمله مش مناسب للكيتو. لو هنعمله للكيتو الأفضل ان احنا ما نحطش الزيت غير لما نحط زي ما احنا عايزين، عشان هيكون الكمية كبيرة. ادي كده الدقة بتاعتنا اتضربت كلها في الكبة، ريحتها بقى وطعمها فظيع فظيع. وادي مكونات الفول بتاعتنا. ده كده يا مروه فول لسه، ولا لون ولا شكل ولا اي حاجه خالص. هنضيف له بقى معلقه لمعلقتين كبار من الطحينه حسب الكميه بتاعنا اللي احنا هنحطها. وهنضيف له كمان المكون الاساسي معانا اللي هيديني الطعم والريحه والشكل بتاعه الفول. الطحينه اساسيه، الطحينه معانا اساسيه، تمام. المكون ده بتاعي هو ايه؟ هو بذور الكتان. بذور الكتان بيتعمل منها الزيت الحار، ده شكل بذور الكتان قبل ما تطحن بيتعمل منها الزيت الحار. فلما بتطحن وبنضيفها على المكونات ديت بتديني اللون والقوام زي الفول. عايزه اوريكم زيت الكتان اللي هو الزيت الحار، هو اهو مكتوب عليه زيت بذر كتان، تمام كده. هطحنهم وهضيفهم على الفول بتاعي او المكونات ديت عشان يديلي الشكل والطعم بتاع الفول. هاخد المكونات دي كده هضربها تاني في الكبة واحطها على النار تغلي. ادي المكونات اهي كلها، رجعها تاني على النار تغلي. وبعد كده انت كده بقى بالنسبه لك بقى عندك طبق فول مش متوضب. انت عايزه بقى تحطي كمون وكزبره، تحطي ليمون، تحطي زيت زيتون او زيت حار، تحطي اي تحبيشه تانية معاكي براحتك جدا. انا خليته غلا وهعمل معاكم طبق بالدقه. الدقه دي بقى طبعا عملناها سهله ولذيذه جدا. قلت لكم لو ممكن تحطوا معاها زيت حار، ممكن تحطوا معاها زيت زيتون، ممكن تحطوا زيت نباتي لو انتم مش كيتو، تمام. فهتبقى جاهزه معانا كده. نغرف طبق الفول وننزل عليه بقى بحبة الدقة. طبعا كده انا مش محتاجة ان انا كل يوم اوضب. انا لو عملت كمان حبة من الدقة دول اكتر من كده شوية او اقل، فهيبقى بالنسبة لي ان انا هعمل طبق ليا او للموجودين في البيت اللي بيتبعوا حمية الكيتو، وطبق لحبايبنا في البيت التانيين اللي بياكلوا الفول العادي. فكده مية مية حاجة، طعمها وريحتها وشكلها زي ما نقول كده الفول بتاع العربيات بيبقى لا يعلى عليه. فاحنا عملناه في البيت. يعني انا عايزه اقول لكم بجد مين يشوف الطبق ده كده ويقول ان هو مش فول ما حبش. هاخد بقى طماطم وفلفل حراق، حبه زيت زيتون صغيرين جدا جدا وهشوحهم على النار. انا حاطه زيت قليل، مش عايزه احط زيت كتير عشان انا كده كده الفول بتاعي حاطه على بذر الكتان فهو غني بالزيوت. بذر الكتان من الحاجات اللي فيها اوميجا 3، من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده، بجد من سبحان الله كنز فعلا. لكن دايما الدكاتره بيقولوا ما نطحنش منه كميه زياده ونسيبه، ده لازم كده نعمله اول باول. ادي شكل الطبق التاني. طبعا التقديمه بقى بتاعه الطبق والشكل النهائي دي حاجه ترجع لك انتي تعمليه بالشكل اللي يريحك. تعالوا نجيب الطبقين كده جنب بعض.
لو لسه معانا ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. ودي الدقة بتاعتنا. طبعا الدقة يفضل ان هي تحفظ في اناء زجاج، سواء كان برطمان او ازاز، وتتحط في التلاجة، ما تتحطش بره. ما شاء الله شكلهم يشهي. انا عملت ايه كمان النهارده وهنزله لكم ان شاء الله قريب. ده مش سوشي لا ده مش سوشي ابدا. ده خبز واحنا لفيناه بالشكل دوت. هو بيبقى يوم كده بالنسبة لي بوظف فيه أكتر من حاجة يزقوا معايا الأيام زي تجهيزات كده. تبقى معايا كذا يوم. أنا عملت 5 أصناف من الخبز، زي ما انتوا شايفين كله طري سهل ولذيذ، كلهم خبز بروتين من مكونين 2 بس. كل صنف خبز من دول من مكونين 2 بس. هنزله لكم على القناة بكل التفاصيل، كلهم عاليين البروتين. خليني اغششكم ان المكون الاساسي فيهم كلهم، كل واحد فيه عدد 1 بيضة، وبعد كده مكون تاني. بالنسبة لي ده مهم الفترة ديت. انا عايزاكم يعني تركزوا على الحاجات اللي فيها فيتامين د، لان احنا كسيدات عندنا نقص في فيتامين د رهيب. انا اكتشفت ان انا فيتامين د عندي 7، ويعني كان عندي مشاكل صحية وانا مش عارفة ايه سببها، لغاية ما عرفت بالصدفة انه بسبب نقص فيتامين د. 7 ده يعني رينج قليل جدا جدا، المينيمم المفروض يكون 30. فلازم لما بنيجي ناخد فيتامين د هو الإذابة بتاعته بتكون في وسط دهني، فعلشان كده قلت الخبز دوت هيكون بالنسبة لي هو مش محتاج حاجة، محتاج حبة خس كده معاه أي حاجة وهيكون تمام جدا جدا. قطعته بقى كده بالشكل الشهي دوت، يبقى عامل زي السوشي بالألوان الجميلة ديت، كنوع من التغيير. العين يعني بتشبع قبل ما الواحد يشبع، يبقى حاسس ان هو مش منفصل، ان هو يا رجيم وكلام من ده. لا، احنا بنعمل كل حاجة، وكل حاجة بتطلع حلوة من ايديك. تعالوا ننقل على الليمون القضاليا، وقلت لكم على التفريز بتاعه. انا بجيب الليمون دلوقتي من كيلو بتاعه من 10 ل20 ل15 جنيه، كمان موصلش ل20. بجيبه وبغسله كويس وبقطعه 2 وبعصره زي ما بنعصر البرتقان في العصارة بالشكل دوت. بتكون فضت كل اللي فيها. برضو افضيه في قوالب التلج وبسيبها لما تتجمد، وبعد كده بحطها في علبة في الفريزر مقفولة محكمة. ممكن تحطيه في كيس زي ما تحبيه، ما بضيفلهوش اي حاجة خالص خالص، عشان انا هطلع منه سواء هيتعمل عصير، هيتعمل مع فول، هيتعمل مع شوربة خضار، هيتحط مع شوربة خضار، فيبقى جاهز بالنسبة لي. الليمون العادي وسعره وصل ل70 جنيه، فصعب قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده. القشر كمان بستغله في ان انا بعمل منه منظف حلو للبيت. اتمنى ان انتوا تشوفوا قناتي التانية نادي كل الستات، هتلاقوا عليها وصفات كتيرة جدا جدا جدا، تخص المطبخ وتخص السيدات عامة، موضوعات مختلفة. عشان كده انا سميتها نادي كل الستات، يعني هتلاقي فيها كل الموضوعات اللي الستات بيتكلموا فيها. اتمنى لكم كل الصحة والسعادة وراحة البال. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت حلو زيكم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حفظ الله، مع السلامة.